Inch'Allah, giudice tagine de coq français. Inch'Allah, un bon tagine de farouche. Allah الملك ديما مغرب. فرق كبيرة وصلت إلى كأس العالم وخرجت بالثلاثة والأربع خمسة والستة. اليوم المغرب يفوز بالثلاثة ويوصل لثمانية. المغرب فريق يفك. تعلم من المغرب. تعلم من المغرب. وعلي وبنسلي فينا المنتخب المغربي هذه الكيكه قبل الماء. الف مبروك للمغرب. الف مبروك للمغرب. الف مبروك. ديما مغرب. مبروك لملك المغرب ولي عهده شعب المغرب من الامارات. نقول لكم ديما الامارات وديما مغرب. ديما مغرب. بس اخويا شي ابوني لهاد القناه، الله يسهل عليك اخويا والله يفرحك في هذا النهار، وحتى لما درتي شي اخويا تابوني ماشي مشكل اخويا، الله يرحم لك حتى انت الوالدين. انا واحد من الناس ما شفت حتى ماتش تاع ليكيب نهار باسكو على بالي باللي النيفو با درت حتى فيديو عليهم. شوالي اليوم حبيت نقول حاجه وبغيت نقول حاجه راهي في قلبي. والجمال بالماضي راه يتخلص فيكم. فرحه من قلبي ما تستاهلوش تكونوا ولا قادرين نتكونوا فريق. فرحه مش اني زعما تاليمينينا ولا خسرنا ولا راني تشفى. فرحه على كل صحافي وقناه عار كانت تتكلم بسوء على المنتخب المغربي في هذا المونديال. كاين الناس اللي تهدر وكاين اللي تخدم. اللي قلبها مريض ان شاء الله يداوى. كاين منتخب كامل راك تهدر على اسود ولا فريق افريقي ولا عربي حاليا بمستوى المونديال الا المغرب. حنا وادغال افريقيا نتناطحوا في افريقيا كالماعز. اما الكبار المغرب ما بين الكبار. مدرسه افريقيا في كره القدم وصولهم الى نصف النهائي قطر ما كانش من فراغ، كان على عمل وجهد من الاكاديميه المغربيه الى البنيه التحتيه الى ما زاد على ذلك. حنا ما نشكموش، حنا نحيي من يعمل ولا يتلم. الغيره عمرها ولا كتلت، الحسد والبغض يكتلك بالقطله ويخليك بالقنطه. ان شاء الله ربي يداوي الحال باسكو راكم مرضى. لا حق للمنتخب المغربي ان ينهزم في مقابله اليوم، ما عندوش الحق ولا مبرر. لا ما عادش عنده الحق. مش مبرر، ما عندكش الحق. وصلتنا نحلموا طمعتنا لا وشيختنا وخليتنا ونحلموا فايقين. رد بالك فما ناس تحلم ريح تروح مع المغرب نحلموا فايقين. ما عادش عندك الحق اليوم. المغرب تقف بينا في شطر الطريق. اليوم المغرب ننتظروا بطبيعه الحال تواضع، مع التواضع ضروري، احترام المنافس، الانضباط، الفنيات، مع مدرب ما شاء الله. هذا جنون. المغرب حسمتها واعلنت انها افضل منتخب عربي وافريقي في تاريخ كاس العالم بعد مباراه كندا. مباراه المغرب ضد كندا فات المغرب بنتيجه 0، وبهذه النتيجه كسر ارقام قياسيه. ايش الارقام؟ اولا المغرب اصبح هو اول منتخب عربي في تاريخ كاس العالم يسجل 3-0 في الادوار الرئيسيه. الشيء الثاني، المغرب لما سجل 3-0 اصبحت هي اول منتخب عربي يسجل 10 اهداف في نسخه واحده من كاس العالم. وكمان ابراهيم دياز صنع هدفين في المباراه ودخل التاريخ واصبح هو اكثر لاعب عربي وافريقي يصنع اهداف في نسخه واحده ب4 اسيستات. ابراهيم دياز صنع هدفين في المباراه ودخل التاريخ واصبح هو اكثر لاعب عربي وافريقي يصنع اهداف في نسخه واحده ب4 اسيستات. واقوى رقم سجله المغرب هذه المباراه انه اصبح هو اول منتخب عربي وافريقي في تاريخ العالم يتاهل الى ربع النهائي في نسختين مختلفتين ما سواها منتخب افريقي او عربي عبر التاريخ. وكمان الرقم يمتلك المغرب الان هو اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ المنتخبات ب 42 مباراه لا هزيمه. المغرب قاعد يكسر ارقام عربيه وافريقيه بل عالميه. الله يدوم علينا ديما فرحه هكا ونضر فرنسا. لو المغرب وفرنسا وصلوا ربع النهائي وتغلبت المغرب على فرنسا، اعتقد بان عندها احتماليه الفوز بالبطوله؟ طبعا اي منتخب يهزم فرنسا قادر على الفوز بالبطوله، واعتقد ان المغرب قادر على الوصول الى نهائي كاس العالم. لكن احنا انا اتكلم بصراحه، دول افريقيه اسيويه عربيه دائما عندنا عقده انه زمان كنا بينا وعشنا وفي عقلنا الباطن وعقلنا المعي انه منتخبات خارج اوروبا او امريكا اللاتينيه مستحيل تفوز بكاس العالم، وكاس العالم حكر يرفع على اوروبا وامريكا اللاتينيه. لكني الان في 2020 اقول لك ان المسافه ليست بعيده. السابق للفوز ان يفوز منتخب افريقي اسيوي او حتى منتخب عربي مثل المنتخب المغربي ببطوله كاس العالم. ممكن بعيد شوي مش زي زمان في 94 98 2006 2014 هذا الموضوع كان اقرب الى الخيال المستحيل. 2018 ايضا كذلك، لكن 2022 اعتقد انه احنا الان بالفعل